في فيديو النهاردة هنعمل واحدة من أحلى وصفات الكوكيز اللي أنا مش بغيرها بقالي سنين. هقولكوا على كل الحاجات اللي تخلي الكوكيز يطلع معاكم مظبوط، مقرمش من بره، فudgy وتشيوي وغرقان في الشوكولاتة من جوه. أنا نسمة ودي قناتي، لو أول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة تعالوا نشوف المكونات اللي احنا محتاجينها. هنبدأ بالمكونات الجافة. هحتاج 700 جرام دقيق اللي هما 5 كوبايات ونص. هحتاج معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج صودا، معلقة صغيرة فانيلا، نص معلقة صغيرة ملح. هنحتاج كمان نص كوباية كاكاو خام، ونوع الكاكاو بيفرق قوي في جودة وطعم الكوكيز في الآخر. أحسن نوع تقدروا تستخدموه للكاكاو هو الكاكاو الأسباني، هتلاقوه موجود في محلات اللي بتبيع مستلزمات الحلويات. وعلشان نوصل للقوام اللي احنا بنحبه في الكوكيز، ان هو يكون مقرمش من بره وفudgy وتشيوي كده من جوه، لازم نستخدم نوعين من السكر. هحتاج كوباية سكر ابيض، وهحتاج كمان كوباية من السكر البني. السكر البني ونوعه من اكتر الحاجات اللي بتفرق في جودة الكوكيز. النوع ده سكر بني رطب، مش بس بيدي طعم حلو وبيديني القوام الحلو بتاع الكوكيز اللي احنا بنحبه من بره، لا كمان بيديله لون حلو قوي. هحتاج 2 بيضة متوسطة، وللكمية دي هحتاج كوبايتين كبار زبدة طرية. هسيب لكم برضو نص المقدار لو عايزين تعملوا كمية اقل من الكمية اللي انا عاملاها دي. وهنحتاج بقى شوكليت شيبس عشان نحطها في عجينة الكوكيز وعشان نزينها من بره. الكمية بتاعتها على حسب ما تحبوا، انا هستخدم تقريبا 250 جرام. وهنحتاج اختياري شوكولاتة هنسيحها عشان نزين بيها الكوكيز من فوق. ومن الحاجات اللي بحب احطها في الكوكيز وبتظهر الطعم الغني للشوكولاتة ان احنا نزود قهوة مع الكاكاو. هنستخدم شوت اسبريسو او معلقة قهوة سريعة الذوبان متدوبة في معلقتين مية. هنبدأ بقى ننزل الزبدة، هزود عليها السكر البني، وهستخدم المضرب ده وابتدي اضربه، بس عايزين المكونات تندمج والسكر يبتدي يدوب في الزبدة. هزود بقى البيض، الفانيلا، وهضرب كويس لحد ما يختلطوا. هنزل القهوة وهخلط بقى كل المكونات الجافة، هقلبهم كويس وهنزلهم على باقي الخليط. وهقلب المكونات لحد ما الدقيق والكاكاو يختفوا. هنزل جزء من شوكليت شيبس، مش هنزلها كلها عشان هستخدم شوية للتزيين. اول ما يتقلبوا في بعض فهم كده جاهزين. بصوا، ده القوام المظبوط لعجينة الكوكيز قبل التشكيل. بتكون طرية كده بس مش بتلزق في الايد. من اهم الخطوات اللي بتنجح الكوكيز ان العجينة دي لازم ترتاح في التلاجة شوية. نقدر نحطها ساعة في التلاجة، ولو مستعجلين ممكن نحطها في الفريزر نقول 20 دقيقة مثلا، عشان القوام ده بيفرق قوي في تسوية الكوكيز بعد كده. بعد ما تبرد بيكون ده شكلها. بتكون جامدة شوية بس اقدر اتحكم فيها. هستخدم بقى اي معلقة معيارية او معلقة ايس كريم. وزن الكوكيز اللي شفتوه في اول الفيديو او الوزن العادي المتوسط بيبقى تقريبا 45 جرام، ولو عايزين المقاس الكبير فبيكون تقريبا 75 جرام. هبتدي بقى اخد الكورة دي الفها كويس كده وابتدي اضغط عليها بالشكل ده. بصوا، ما يبقاش السطح بتاعها مستوي عشان تديكوا الشكل اللي انتوا عارفينه بتاع الكوكيز اللي بتجيبوه من بره. النهارده هوريكوا طريقتين لتزيين الكوكيز. اول طريقه الطريقه التقليديه، ان احنا بناخد الكوره بعد ما شكلناها ونحطها في الشوكليت شيبس كده من فوق بس، ونرصها على الصينيه. هخلص الشكل ده وهدخل الصينيه زي ما هي كده في الفريزر. هتقعد قد ايه في الفريزر؟ مش اقل من نص ساعه. انا عايزه الكوكيز يكون متلج قبل ما يدخل الفرن عشان ما يسحش ويبوظ مننا وينشف. لطريقه التزيين التانية، انا شكلت الكوكيز بنفس الطريقه وحطيتهم على صينيه، هدخلهم الفريزر يمسكوا بس 10 دقايق، وبعدين هسيح شوكولاته هنزل فيها الكوره كده من فوق بس، وهرصهم على الصينيه وهدخلهم الفريزر لحد ما يكملوا النص ساعه برضو. بصوا، ده شكل الكوكيز بعد نص ساعه في الفريزر. شايفين جامدة ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه بالظبط. اول ما يطلعوا من الفريزر كده هندخلهم على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. هنحطهم على الرف اللي في النص لمدة تقريبا 11 دقيقة. ما تزودوش عليهم السوى لان الكوكيز بيكمل تسويته لما يطلع من الفرن. لو سيبناه اكتر من كده هينشف، مش هيديكوا القوام اللي انتوا عايزينه خالص. ده شكلهم اول ما طلعوا من الفرن. هنسيبها تقريبا 15 دقيقة تبرد على الصينية زي ما هي. بعد ال 15 دقيقة اقدر انقلهم بقى على شبكة عشان يبردوا تماما. ده الشكل التاني اهو. بصوا، لما دخل الفرن اتشقق كده وشكل الشوكولاتة بقى خطير. ده اول واحد اللي مزينينه بالشوكليت شيبس، تسويته ممتازة. عايزة اوريكم شكله من جوه بقى.
بصوا، هو كريسبي من بره ومن جوه كده مليان شوكولاتة وفادجي وطعمه خطير. وده الشكل التاني اللي عليه شوكولات، شكله لذيذ قوي وطعمه خطير. هي دي النتيجة المظبوطة اللي احنا محتاجين نطلع بيها من وصفة الكوكيز. عايزة اوريكم كمان الكوكيز الكبيرة اللي هي ال75 جرام. بصوا خطيرة. تقدروا بقى تغلفوها بطريقة بسيطة كده وتهادوا بيها الناس اللي بتحبوهم، وما تنسوش تاخدوا لنفسكم واحدة مع القهوة وتستمتعوا. بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.